متفقين؟ لا اهانه لاي ست في الكون او لاي بنت في الكون، صح ولا انا غلطان؟ هو احنا ليه نسيبهم يقلوا مننا؟ ليه احنا نسيب لهم الفرصه دي؟ طبعا كل ست عارفه وكل بنت عارفه اللي العلاقه بتتبني على الامانه والاحترام والادب والاخلاق، حتى الجواز كل حاجه بالاحترام وبالادب. يعني انا متجوزه واحد انا عارفه من الاول، عارف اللي هو محترم ومؤدب، اكمل في العلاقه، صح ولا انا غلطان؟ قليل الادب وما بيحترمنيش، اكمل في العلاقه ليه؟ سواء متجوز او مش متجوز، سواء متجوزه او مش متجوزه، دي حياتك انت اللي هتمشي فيها مش انا. ولازم تفكري ان العلاقه دي صح ولا لا قبل ما تخشيها، ما تخشيهاش وفي الاخر تقولي اصل العلاقه دي مزيفه، اصل هو بيعمل معايا. بيعمل معاك ايه؟ انت اساسا عارفه من العلاقه من الاول. اساسا ده مش جواز صالونات، صح ولا انا غلطان؟ يا جماعه ده حب، ده اسمه حب، رومانسيه، حنيه، اهتمام، طبعا مش جواز صالونات. والله انت شايفاه من الاول هينفع معاكي كملي، مش هينفع ما تخشيش العلاقه. مش تتجوزي وتخلفي وتقولي العلاقه دي مزيفه، مش تتجوزي وتقولي ما عندوش اهتمام، ما انت عارفه من الاول اللي هو طبعه كده. انت دخلتي العلاقه ليه من الاول؟ ما بيجيبش ورد من الاول، هيجيب لك في الجواز ولا في الخطوبه؟ مش هيجيب لك نهائي. لو انت شايفاه مهتم بيكي من الاول يبقى هيهتم بعد الخطوبه بعد الجواز. ما تجيش تقول لها مسؤوليات، هياها انت بتشتغل وجاب بتشتغل معاك واحده سهله، يعني مش صعب عليك. خلي بالك اللي انت تجيب لها ورده، والله ولا صعب اللي انت تجيب لها حته شوكولاتايه. مش صعب عليك اللي انت ما تهتمش، خلي بالك منها، احتويها. ايه المشكله ما تحتويها؟ خليها تحبك، طلع من دماغها الحاجه المزيفه بالنسبه لك، خرجها، ابسطها. احلى مسا عليكم لو فهمتوا الكلام. ما تنسوش اشتراكاتكم وتعليقاتكم ولايكاتكم. سلام يا صاحبي.